النهارده انا مش جاي اتكلم عن قصه نجاح. النهارده انا جاي اكلمك عن قصه فشل وفشل ذريع. لو انت متابعني من البدايه هتعرف ان اول بيزنس انا عملته في حياتي عملته من حوالي سنه او سنتين، في سن ال 17 تقريبا. ما اتكلمتش خالص عن الموضوع ده بعدها. طب ايه اللي حصل في الموضوع ده؟ النهارده انا جاي اقول لك الابديتس وليه الموضوع فشل مني تماما. برضه هقول لك على الحاجات اللي انا استفدتها في الفشل اللي حصل في التجربة ديت. ايه اللي انا استفدته؟ ايه اللي حصل في الموضوع كله؟ ده اللي انا هتكلم عليه النهارده. طيب خليني اشرح لك من البدايه فكره البيزنس اللي انا كنت عملته ده. اصلا انا قعدت سنه كامله شغال على بيزنس وسيستم معين علشان اقدر اقدمه في الاخر على شكل زي ما نقول كده كورس، بس بشكل جديد ما حدش تقريبا كان عمله قبل ما ابتدي اعمله قبل كده. وان انا اساعد اي شاب جديد عايز يبتدي حياته في انه يعمل بيزنس اونلاين، في انه ياخد الخطوات دي. بس الموضوع كان مختلف في ناحيه ايه؟ ان انا ما كنتش هسيبك ان انت تاخد الخطوه دي لوحدك، انا كنت هاخدك من ايدك خطوه خطوه فعليا، مش مجرد ان انت تدخل تاخد كورس وتكون استفدت المهاره دي وخلاص. لا، انا كنت هاخدك ان انت تبتدي تعمل الحاجه دي واحده واحده. في المهاره اللي انت مثلا عايز تتعلمها، انت عايز تبقى شخص محترف جدا في الفيديو اديتنج مثلا، فانت عشان تبقى شخص محترف جدا في الفيديو اديتنج لازم يكون عندك شويه حاجات اساسيه. حتى لو انت فيديو اديتور ممكن تقول لي ايه فايدتها، بس لا، هي ليها فوائد كتير جدا. من ضمن الحاجات ديت حاجات زي الجرافيك ديزاين. هتقول لي طب انا فيديو اديتور ايه اللي هحتاجه في الجرافيك ديزاين؟ لا، انت هتحتاج الجرافيك ديزاين في حاجات كتير جدا، والفيديو اديتورز المحترفين هم اللي فاهمين اللي انا اقصده ده. هتتعلم حاجات زي ازاي تتعلم ذاتيا، ازاي تقرا الكتب، ايه الكتب اللي انت ممكن تستفاد بيها اصلا، حاجات زي البابليك سبيكينج، حاجات زي السكريبت رايتنج، بحيث انت تسوق لمهاراتك من غير ما تحتاج لاي حد. انت تبقى فاهم كل حاجه وكل منظومه حرفيا تبقى ماشيه ازاي. طبعا كنت هتعلم كمان الماركتينج والسيلز. ده غير الحاجه الاهم في كل ده، ان مفيش حد عارف الطريق اللي هو يمشي بيه مظبوط، وان كل الناس حرفيا مشتته اليومين دول. ودي كانت اكبر حاجه كنا بنركز عليها جوه الكورس ده. ما علينا، انا مش جاي طبعا اسوق لك الموضوع لان الموضوع مش مكمل ومش متاح حاليا حتى، بس انا بفهمك الفكره عشان تكون معايا يعني. طيب ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي خلى الموضوع ده يقع؟ ده بقى البارت التاني من الفيديو. طيب اللي حصل في الموضوع ده كان اول بيزنس ليا، ما كانش عندي الخبره الكافيه ان انا اقدر اشيل حجم بيزنس بالشكل ده، خصوصا بالنسبه للماركتنج والكلام ده اللي احنا اكتشفناه بعد كده ان هو محتاج ميزانيه ضخمه جدا لو انا عايز امشي بالنسبه للماركتنج التقليدي. طب بالنسبه ان انا عايز اعمله بطريقه صايعه شويه ما تكلفش كتير، دي والله ما كانش عندي فكره الموضوع ده ساعتها، ولا حتى من ناحيه الاورجانيك كونتنت كان متاح الموضوع ده بالنسبه لي ساعتها. فالفكره في الموضوع ده ان انا كنت عايز اعمل حاجه قويه جدا من غير ما يبقى انا عندي الامكانيات القويه جدا اللي انا اقدر احطها في حاجه زي كده. فالموضوع بالظبط اديته وقت اكتر من حجمه، خد حوالي سنه كامله. وبعد الموضوع ده كله انا ما كنتش طلعت ولا جنيه حرفيا من البيزنس ده، مع ان كان من وجهة نظري ان هي كانت فكرة جامدة جدا وكان الموضوع كان هيفيد ناس كتير قوي. بس يعني الموضوع ما كملش بسبب الحاجات اللي انا لسه قايلها دلوقتي. استفدت حاجات كتير جدا زي ما طلعت قلت في فيديو من حوالي سنة كده او اكتر، ان فعلا الموضوع ده وفر عليا اكتر من 10 سنين حرفيا. البيزنس ده علمني حاجات كتير، حاجات انا ما كنتش هشوفها غير مع الناس كبار جدا، واللي انا اعتقد من وجهة نظري ان انا ما كنتش هقدر اوصل لحد زي كده غير بعد 10 سنين. الموضوع كان تقيل جدا، اشتغلنا عليه في كل الجوانب اللي انت ممكن تتخيلها، من ويب سايت، من تسويق، من سيلز، من كل حاجة انت ممكن تتخيلها في اي بيزنس كبير حرفيا. انا جربتها واشتغلت عليها واشتغلت على المنصة واشتغلت على الويب سايت واشتغلت على كل حاجة انت ممكن تتخيلها. فالموضوع ده خلى عندي فكر في حته ان انا اقدر اشيل بيزنس كامل بنفسي. بس طبعا ما اقدرش اشيله بنفسي بمعنى ان انا اقدر اشيله بنفسي، اقدر اشيله بنفسي بمعنى ان انا ابقى فاهم كل الجوانب بتاعته. ودي من ضمن المشاكل اللي كانت بتواجهني بالمناسبه، هو ان الموضوع كان كبير جدا على ان انا اقدر اشيله لوحدي، او ان احنا حتى كفردين نقدر نشيله لوحدنا. هل انا ندمان على اللي حصل ده؟ هل انا ندمان على اني عملت البيزنس ده؟ لا، انا مش ندمان على اني عملت البيزنس ده، لان زي ما قلت الموضوع ده علمني حاجات كتير جدا، حتى لو هو ضيع معايا وقت كتير اكتر مما انا كنت متخيل.
فهو مهما كان اتعلمت منه كتير جدا. خدت تقريبا من شهر 12 لحد شهر 10 شهور كاملين تطوير وشغل مستمر بالمناسبة. يعني في خلال 10 شهور مفيش فترة خالص وقفناها، ولا فترة بريك، ولا فترة ولا أي حاجة حرفيا من الكلام ده. كان شغل ورا شغل ورا شغل وما وقفناش خالص. ومع كده أنا بقولك إن أنا مش ندمان على الموضوع ده. طيب انت ممكن تستفاد ايه من الموضوع ده؟ اللي انت تستفاده من وجهة نظري ان انت تجرب، زي ما قلت لك 100 مره، جرب الموضوع ده، وجرب ان انت تدخل في اي حاجه جديده واي حاجه انت عندك شغف فيها. حتى لو انت من وجهة نظرك ان انت ممكن ما تستفادش بيها النهارده او بكره، صدقني هتستفاد بيها بعد كده. سواء لو انت ما استفدتش منها بعائد مادي، هتستفاد منها بشكل شخصي، هتستفاد منها على شكل معلومات وخبره وحاجات. صدقني مهما انت حاولت ان انت تقعد تتعلم بقى في حاجات كده، عمرك ما هتقدر توصل للحاجه ديت بشكل مباشر. بالمناسبه دي الحته اللي بقولها في اخر كل فيديو، وهو دي النصيحه اللي انا لسه قايلها من شويه، هي دي الحته اللي انا عايزك تطلع بيها من الفيديو كله. مش مهم ان انت تكون استفدت بشكل مادي من اي حاجه انت عايز تدخلها، المهم ان انت تكون استفدت حتى لو على شكل خبره. يعني الحاجات دي والله مش بتتشرى بفلوس، ومش هتعرف تاخدها من اي كورس انت ممكن تدخله. وبالنسبه للكلام الجميل اللي انتوا قلتوه في الفيديو اللي فات، والله كل واحد قال الكلام ده على راسي. والافكار اللي انتوا اقترحتوها عليا في خلال الفيديوهات هعملها الفتره الجايه. كنت بس مشغول في خلال الفتره اللي فاتت ديت شويه، بس ان شاء الله كل الحاجات اللي انتوا طلبتوها مني هعملها كفيديو كامل. سواء ازاي تجيب عميل او ازاي تطور الايجنسي بتاعتك، كل ده هعمل عليه فيديو منفصل ان شاء الله الفتره الجايه. هحاول ما اقطعش وما اخدش فترات طويله في خلال الفيديوهات زي ما بيحصل الفتره ديت. وبس.